وصفة النهاردة سهلة واقتصادية. الأول كده نسمي الله ونصلي على الرسول. كوباية من العسل وبضاية مع رشة من الفانيليا، بضربهم مع بعض كويس كده بالمضرب لغاية ما اتأكد المكونات كلها اندمجت مع بعض. نص كوباية من السمنة أو الزبدة المتوفر عندكم، أو ممكن نحط الاتنين على بعض، سمنة على زبدة، بس المهم هنا عندي المكونات نص كوباية بس، سمنة على زبدة أو سمنة أو زبدة. تمام. وعندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، وبنزل بيهم واحدة واحدة مش كلهم مرة واحدة، وطبعا مع رشة من الملح وكيس من البيكنج باودر أو كيك شيف. وباخد بقى الكلام ده كله كده وبقلبه كويس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما بعجنش، انا بلم بس العجينه، هتلاقوها سهله معاكم وبتتلم بسهوله. بجيب بقى هنا عندي كده بشكلها بكل سهوله على ايدي. عندكم بقى اي حاجه عايزين تشكلوا بيها عشان الكوكيز براحتكم، انا شكلتها على ايدي بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده. وجبت الشكل بتاع الكحك كده كده عشان اديله شكل بس كده من على الوش، وجبت حبه من الكوكيز وبحطهم على الوش. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. في ربع ساعه هتكونوا مخلصين الكميه بتاعتكم كلها. ما شاء الله الكميه دي تعمل لي صاج كبير زي ما انتوا شايفين كده. بدخلها الفرن اقل من ربع ساعه، تطلع بالشكل القمر ده. سهله وسريعه واقتصاديه وطعمها روعه، وطبعا مغذيه. لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.